اهلا بيكي. فيديو جديد. وصفتنا النهاردة مش محتاجة مقدمات كتير. هنعمل اكلة مصرية شهيرة. هنعمل الكشري المصري من غير مجهود، من غير تعب. هتعملي ألذ كشري في البيت، هتنافسي بيه المحلات. في فيديو النهاردة هنعمل البصل المقرمش، صلصة الكشري الخطيرة، الدقة على أصولها، كل التفاصيل اللي تخلي الكشري بتاعك يطلع زي الكتاب ما بيقول. لو اول مرة تشوفيني انا اماني، لايك وشير لو عجبك الفيديو، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. في البداية هعمل البصل المقرمش بتاعنا. هحط في طاسة كده زيت يسخن على النار، وهجهز البصل بتاعنا. هقطعه كده شرايح رفيعة عشان البصل يطلع مقرمش لازم يكون رفيع كده. هحط له معلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الدقيق. هقلب البصل بتاعي كويس في السكر والنشا والدقيق لحد ما يتغلف كله. في الوقت ده هيكون الزيت بتاعي سخن قوي، وبضيف البصل وبقلبه كده في الزيت لحد ما ياخد اللون الذهبي كده. البصل بتاعنا بقى جاهز، بشيله بقى من الزيت. شايفين مقرمش ازاي؟ بعد كده في حلة على النار هحط فيها شوية كده من الزيت اللي انا محمرة فيه البصل. هحط فيه ربع كيلو من الشعرية، هقلبهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. بعد كده هحط نص كيلو من الرز الابيض المصري المغسول كده والمتصفي، هقلبه كويس في الشعرية. ده ربع كيلو من العدس البني، انا غسلاه ونقعاه كده ساعة. بعد كده صفيته، هضيفه للرز والشعرية، هقلبهم كويس. هفضل اقلب فيه كده شوية في الزيت. بعد كده هحط عليه مية مغلية. انا مش هحط مية كتير، يعني يا دوب المية كده هتغطي الرز بتاعنا. بعد كده هضيف له نص معلقة من الملح وواحدة مرقة. المرقة اختياري. بس كده هسيب الرز بتاعنا على جنب كده على نار هادية عشان يستوي. هسلق المكرونة. دي المكرونة اللي انا استخدمتها، المكرونة الرفيعة اللي بتبقى ملسة من بره. جبت كمان قد المكرونة مكرونة سباجيتي، قطعتها كده على 3. هحط نص معلقة من الملح. بعد ما المكرونة بتاعتنا بتتسلق بصفيها وبضيف لها معلقة من الزيت اللي استخدمته في تحمير البصل. الخطوة اللي بعد كده هجهز الصلصة بتاعتنا. انا محتاجة لعمل الصلصة كمية كده كبيرة من الثوم، معلقتين كبار من الصلصة، طماطم معصورة كده تقيلة. احط شوية من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل، احط معلقتين كبار كده من الثوم، هضيف لهم نص معلقة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة من الكمون. هقلبهم كده تقليبتين. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الصلصة. هقلب الصلصة كده كويس في الثوم والكزبرة والكمون، يعني هديلها تقليبة كده. بعد كده هضيف عصير الطماطم. هظبط بقى الملح بتاعنا، وهضيف نص معلقة من السكر. السكر بيعادل حموضة الصلصة. هسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك. هجهز الدقة. هحط كده كوباية من المية السخنة، عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ربع كوباية من عصير الليمون، ربع كوباية من الخل. هقلبهم كده مع بعض. هحط نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة من الشطة. هظبط الملح بتاعي، ظبط الملح حسب رغبتك. بس كده الدقة بتاعتنا كمان بقت جاهزة. كمان الرز بتاعنا بقى جاهز. كده جهزت كل مكونات الكشري. سلقت المكرونة، عملت البصل المقرمش، جبت شوية كده من الحمص نقعتهم شوية وبعدين سلقتهم، سلقت شوية من العدس البني، جهزت الصلصة وعملت الدقة بتاعتنا. بعد كده جت اللحظة الحاسمة، هغرف طبق الكشري بتاعي. احط شوية كده اول طبقة من الرز، بعدين هحط عليها المكرونة
زي ما اتفقنا انا استخدمت نوعين من المكرونة. وهتزيني بقى بالعدس البني، شوية من الحمص. انا زينت الطبق بتاعي بالشكل ده، تقدري تزينيه بالطريقة اللي تعجبك وحسب ذوقك. حطيت شوية كده من الصلصة، هحط شوية من البصل المقرمش بتاعنا كده زي ما انتي شايفة. اخر حاجة هحطها فوق على الكشري بتاعنا الدقة. كمية الدقة اللي هتحطيها بقى حسب ذوقك. بس كده طبق الكشري بتاعنا بقى جاهز. اوعدكم ان انتوا هتدوقوا ألذ كشري ممكن تجربوه. شايفين شكله ازاي؟ الطعم بقى عايزاكي تحكمي بنفسك. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتنا. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.